انك تتعرض للنصب وانت بتشتري عقار ده كابوس عند 90% من الناس. مفيش شك ان شراء العقار هو خطوه كبيره جدا، وكتير من الناس بيتعرضوا لمواقف مش لطيفه اثناء الشراء بسبب النصب او التلاعب. انا جاي النهارده ببساطه اقول لك ازاي تقدر تحمي نفسك وتعرف اذا كان لو في حاجه غلط. اول واهم حاجه هي الاوراق. لو لقيت العقار اللي بتفكر تشتريه الاوراق بتاعته مش كامله او فيها حاجه غلط لازم تقف، خصوصا لو لقيت لده سبب غير مبرر ولقيت الطرف الثاني بيبرر لك بشكل مبالغ فيه. مهم جدا يكون التسلسل واضح ومذكور فيه الصفه بتاعه الشخص اللي بيبيع لك، سواء كان عقد او توكيل او حتى تنازل في الشركه المطوره. تاني حاجه، ما تفرحش قوي لو لقيت السعر مغري زياده عن اللزوم. يعني ببساطه لو السعر اقل من السوق بكتير قوي لازم تفكر كويس ايه اللي يخليها اقل كده. ومش دايما هيكون فيها مشكله، ولكن لازم ما تطمعش، ان زي ما بيقولوا مفيش نصاب من غير طماع، وان حتى لو كانت دي عمليه نصب عمرها ما هتتم الا لو انت طمعت. فاهدى كده وفكر كويس. تالت حاجة وهي الضغط عليك في اتخاذ قرار سريع، سواء من العميل نفسه او من الطرف الوسيط، وان مش دايما الضغط ده في مصلحتك انت، غالبا بيكون في مصلحتك بس مش دايما. فلازم تعرف هو بيضغط عليك ليه. هل عشان في حاجة مخبيها وانت مش لازم تكتشفها، ولا لانها بجد فرصة كويسة؟ فبرضه اهدى وركز كده. رابع حاجة وهو ان ممكن يكون في مشاكل على العقار نفسه. فهنا الافضل لو المكان ده تابع لجهاز معين بروح اسال في الجهاز ده برقم العقار، هل عليه اي نوع من انواع المخالفات، هل عليه اي نزاع. وهنا بقول لك ان في بعض الحاجات بتكون بسيطه وفي بعض الحاجات لازم تقف عندها، زي لو العقار ده اصلا مخالف انشائيا ومعماريا. خلي بالك لانه ممكن في اي وقت يجيله قرار انت مش هتحبه، وكمان ممكن يمنع دخول مرافق ليه. خامس وواحده من اهم الحاجات السمعه، سواء سمعة المشروع اللي بتشتري فيه أو سمعة الشركة اللي بتبيع لك، وهل هو من النوع اللي هيبيع لك ويختفي ولا علاقتكم بتبدأ من بعد ما تشتري. ازاي تضمن انك ما تقعش بقى في الفخ؟ انك تختار وكيل عقاري يكون عنده خبرة. احنا هنا في SH جروب خبرة اكتر من 20 سنة بنضمن لك ازاي تلاقي العقار المناسب وتحمي نفسك من التعرض للنصب. انا جاسم وليد مستشارك العقاري، ولو عايز اي خدمة او استشارة مجانية اكتب لي في الكومنتات استشارة.